كل ركاب أتوبيس 6 اللي منورنا أهلا بيكم في محطة حكيم زمانه مع مي علام. احنا في حكيم زمانه بنحب ننقل دايما أقوال السادة الحكماء والأدباء والفلاسفة اللي بيقولوا فيها أو بيتكلموا عن شعور معين أو موقف معين بيعدي على الإنسان، واحنا مع كلامهم بناخد منهم التفاصيل اللي تناسبنا، ويا حبذا لو طبقنا كلامهم على المواقف اللي بتعدي علينا في حياتنا. فاصل صغير ونرجع نشوف الحكماء النهاردة بيقولوا لنا ايه. ورجعت لكم بعد الفاصل، أنا مي علام وده برنامج حكيم زمانه. النهاردة السادة الحكماء جايين يتكلموا معانا في شعور مهم جدا بالنسبة لينا كلنا، يمكن حاجة بندور عليها دايما، حاجة بتدينا دايما الطاقة نشتغل ونكمل ونسعى لها ونعيش حياتنا. النهاردة السادة الحكماء بيكلمونا في مفهوم السعادة. طبعا شعور السعادة هو الشعور المحرك لينا دايما بندور عليه، دايما لما بنشتغل بنحس بسعادة، لما بنرتبط بنحس بسعادة، لما بنعمل حاجة ناجحة بنحس بسعادة. شعور السعادة شعور مهم جدا لينا. طيب خلينا نشوف السادة الحكماء بيقولوا لنا ايه النهاردة عن مفهوم السعادة. أول مقولة معانا بتقول إن السعادة مفهوم متغير عند كل واحد فينا، كمان مسببات السعادة حاجات مختلفة حسب شخصية كل واحد ومشاعره واهتماماته. ولما تكون مسببات السعادة أشياء مشتركة بينك وبين شريك حياتك، فانت هنا هتعرف تستطعم الحياة جدا. لكن الشعور الأعظم لما تحس إن شريك حياتك رغم اختلاف رؤيتكم لمسببات السعادة بيحاول بشتى الطرق إن يخلق طريق مشترك بينكم عشان تتبسطوا سوا. دي بقى أعظم مرحلة في الشعور بالسعادة. والله يا حكيم يعني عظمة، عندك حق، لأنه أنا لما أكون بعمل حاجة أنا بحبها وحد تاني بيعمل حاجة مختلفة هو بيحبها، فكل واحد فينا سعيد على جنب أو سعيد لوحده. لكن لما كل واحد فينا يخلق مع شريك حياته شيء يساعدنا إحنا الاتنين سوا، فيا سلام على العظمة اللي إحنا هنبقى فيها. قد كده هنبقى عندنا قدر من التلاقي، المودة هتزيد والقرب هيزيد والمحبة هتزيد. عارف يعني إيه شريك حياتك يخترع حاجة تساعدكم انتوا الاتنين فتعرفوا تعيشوا وتتبسطوا سوا؟ قد كده يعني الجنة ونعيمها بقى إن شاء الله. طيب عندنا مقولة تانية بتقول خليك فاكر إن العلاقات سواء حب أو صداقة دورها في حياتك إنها تخليك مبسوط وعلى طبيعتك. مفيش أي مبرر يخليك تكمل في علاقة مؤذية ومرهقة، علاقة تحسسك إنك مضطر تكون حد تاني غير نفسك. برضو أنا شايفة إنه ده موضوع مهم جدا. إحنا لو مش مبسوطين وإحنا بنتعامل مع بعض، لو مش على راحتنا وإحنا بنتعامل مع بعض، لو مش مستمتعين بالأشياء المشتركة بيننا وبين بعض، أكيد دي هتبقى علاقة مرهقة ومؤذية جدا. والعلاقات دورها في حياتك إنك تحس إنك مستمتع. لما يبقى في شراكة بينك وبين حد تحس إنك قادر تعيش، إنك عارف تعيش. مفهوم السعادة حقيقي مفهوم متغير، وكل واحد فينا ليه الطريقة اللي بيتبسط بيها، لكن بنتبسط قوي لما بيكون في أشياء مشتركة بيننا وبين حد تاني. ساعات بتكون السعادة يعني بتكمن فعلا في فكرة الشراكة، في فكرة إن احنا بنعمل حاجة احنا الاتنين راضيين عنها، احنا الاتنين لاقيين نفسنا فيها. ده مهم قوي. بتمنى لكل ركاب أتوبيس 6 إنهم يلاقوا السعادة ويلاقوا الشريك، سواء صاحب أو حب أو زواج، يلاقوا فيها سعادتهم، يلاقوا فيها نفسهم، يعرف يحب نفسه ويسعد جوه العلاقة دي. أشوفكم على خير في المحطة الجاية وحكيم زمانه. دمتم بخير. مي علام.